الرحمن الرحيم. أنا المواطن الفلسطيني بشير زكي أبو حميدة من غزة من فلسطين. نشكر جلالة الملك محمد السادس على ما قدمه من مساعدة لإخوانه وأبنائه في شعب غزة من طعام ومن غذاء. وبارك الله في جلالة الملك وأطال الله في عمره. نرجو من جلالة الملك أن يعمل على وقف هذه الحرب التي أبادت الأخضر واليابس في غزة وفي فلسطين، وقتلت أكثر من 65 ألف قتيل وأكثر من 200 ألف جريح. وكل الشعب الفلسطيني يعاني منذ سنتين من هذه الحرب الصعبة. نرجو من جلالته أن يعمل على وقف هذه الحرب. بارك الله فيك يا جلالة الملك، أنت ملك القدس وملك حامي القدس، وبارك الله فيك وحفظك وكل جلالة الملك. طب شو رأيك في اللفتة هذه؟ نعم. ايش رأيك في اللفتة هذه؟ والله الحمد لله، بارك الله في جلالة الملك. والله نحن نعاني من سنتين من الجوع والقهر والضيق المالي، لا أموال ولا أكل ولا طعام. متنا من الجوع. يعني أنا شخصيا وزني كان 112 كيلو قبل الحرب، الآن وزني 82 كيلو، يعني وزني نقص فقط 30 كيلو. نعم. أنا كشخص، وكل الأطفال ماتوا من الجوع كذلك، والنساء. وأطلع في أشكالهم والله العظيم والله بحزنوا. الناس أطلع في أشكالهم اللي كانوا ضعاف، كل واحد أقل شيء نقص 30 كيلو 40 كيلو من هذا الحرب من الجوع. والله يا أخوان ما بنشوف غير والله أكثر من يوم نفطر خبز وملح، خبز وملح، والله غيره ما نلاقي. والله ما نلاقي لا رز ولا أكل ولا لحوم، ولا شفنا اللبن ولا شفنا البيض ولا شفنا أي شيء من الطعام. الحمد لله رب العالمين، وشكرا يا جلالة الملك على ما قدموه شعب المغرب من مساعدة لأبنائهم في غزة. شكرا لكم.